الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي. مباراة انتهت لمصلحة الترجي الرياضي التونسي هدف مقابل صفر. الاتحاد المنستيري بعد الجولة 13 رسميا في صدارة الدوري التونسي برصيد 29 نقطة. النادي الافريقي في المركز الثاني 28 نقطة. الملعب التونسي 27 نقطة في المركز الثالث، والترجي في المركز الرابع ب 25 نقطة. الترجي يقترب رويدا رويدا، الترجي على بعد 4 نقاط من المتصدر الاتحاد المنستيري. هدف كان في اخر المباراه بالتحديد في الدقيقه 86 عن طريق اللاعب عبد الرحمن كوناتي لاعب الترجي الرياضي التونسي بامتياز، يتمكن من تسجيل الهدف الوحيد في هذه المباراه، كان ذلك في الدقيقه 88. هيكل ولكل مشاهدي قنوات الكاس الرياضية مجددا، للأسف لم نتمكن من الحصول على أحد لاعبي الترجي الرياضي التونسي، بما أنه أو باش يلتحق بنا الآن لاعب الترجي الرياضي التونسي، بما أنه هيكل الأجواء كانت مشحونة بعد المباراة، خاصة من جماهير النادي الرياضي الصفاقسي الغاضبة على اللاعبين، وكذلك لاعبو الترجي قرروا الدخول مباشرة إلى حجرات الملابس. معنا القائد فريق الترجي الرياضي محمد أمين بن حميدة. انتصار مهم في اللحظات الأخيرة، كيفاش ما الذي أحدث الفارق في الشوط الثاني؟ قبل كل شيء الحمد لله على الانتصار، 3 نقاط مهمين خارج الديار باش يخليونا في سباق البطولة. كما قلت لك، نتصور الأولاد هبطوا مركزين كما يلزم، نعرفوا مباراة مهمة ضد فريق كبير باش يخلينا في سباق البطولة. الماتش تلعب على جزئيات صغيرة، لازم تقعد كونسنتري لاخر دقيقة كما شفتوا. ياخذ دقائق جبنا الانتصار، الحمد لله الأولاد كانوا واقفين كما يلزم، طبقنا تعليماتنا وفرحنا جمهورنا الحمد لله. يعطيك الصحة أمين. هذا كان معنا لاعب الترجي الرياضي محمد أمين بن حميد. هيكل كما قلت بعد نهاية المباراة الأجواء كانت مشحونة بالنسبة لجماهير النادي الرياضي الصفاقسي التي كانت غاضبة على الإطار الفني وعلى اللاعبين، وممكن برشا زادة أنه إدارة النادي الصفاقسي ستفكر في اسم مدرب جديد في الأيام القليلة القادمة. إلى هنا نصل هيكل إلى نهاية تغطية مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي بانتصار نادي باب سويقة. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. واضح، شكرا جزيلا فراس بن صالح. طبيعي النادي الصفاقسي مطالب بانتداب مدرب مهما يكون فراس، الحقيقه هذا مفروض على اداره النادي الرياضي الصفاقسي في الايام، ربما حتى في الساعات القادمه. المفروض مدرب جديد في النادي الرياضي الصفاقسي في الساعات القادمه. هو المفروض انه هذا كل مدرب جاهز عندما تمت اقاله سانتوس، يعني ليس الان هذا المدرب، لانه المفروض لما تغير سانتوس المفروض كان البديل جاهز بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي. شكرا جزيلا فراس بن صالح، عام سعيد، كل عام وانت بالف خير. مباشرة تمام حمدون وأبرز لقطات الشوط الثاني بالنسبة لما فيولا تحكي. مش هتاخد ربيع اخي هيكل؟ لا، ربيع عادي، يعني اعطيناك انت الامكانيه باعتبار نعرف برنامج الحكم ثم الدوري التونسي، اعطيناك الامكانيه حتى ترتاح نسبيا ونخليك ربيع في الاخير لازم نطلع مع بعض من الاستوديو، ولكن انت عندك الامكانيه انك تطلع بدري نسبيا. ثاني ايضا في الدقيقة 61 كان هناك شك لمسة يد على لاعب الترجي داخل منطقة الجزاء. هل كان هناك ركلة جزاء؟ بنلاحظ هنا تسديد باتجاه المرمى، الكرة تصطدم بظهر اللاعب، حتى لو لمست يد لاعب الترجي اليد كانت في وضعية طبيعية ولم تكن مكبلة للجسم ولم يكن هناك حركة إضافية. إذا قرار الحكم باستمرار اللعب قرار صحيح. بروح الحالة اللي بعدها أخي حازم. هنا بنشوف طبعا سقوط لاعب الترجي التونسي. إن كان هناك خطأ فهي فرصة محققة للتسجيل إذن البطاقة الحمراء، ولكن هنا نشاهد راية المساعد على أساس أن هناك تسلل. هل هذا التسلل كان صحيحا أم لا؟ للأسف نكرر، لا وجود لكاميرا التسلل، إذن لا يمكننا الحكم على الحالة. الخطأ على لاعب الصفاقسي، هل كان هناك منع فرصة محققة للتسجيل؟ الخطأ موجود. بنلاحظ اللاعب النادي الصفاقسي لم يلعب الكرة، لاعب الترجي نجح باللعب الكرة، ثم مهاجمة من قبل لاعب الصفاقسي على المنافس. نمشي أخي حازم نمشي. طبعا هل هناك فرصة محققة للتسجيل؟ من رجوع على الفيو الأساسي بنشاهد هناك، هل هناك اتجاه المرمى آخر مدافع؟ بنلاحظ هنا نعمل ستوب، نرجع حازم لحظة الخطأ. هنا لو لم يكن ارتكب اللاعب الصفاقسي الخطأ، كان لدى اللاعب المدافع الآخر إمكانية للحاق بالكرة، إذا كان يجب احتساب فقط ركلة حرة مباشرة زائد إنذار لقطع هجوم واعد. في العموم الحكم 7.9 لأنه لديه قرار رئيسي لم يتخذه بشكل صحيح. هذا كل ما لدي أخي هيكل.
شكرا جزيلا كابتن تمام حمدون، كنت متألقا اليوم. شكرا جزيلا. نعرفك تمام حمدون مركز أكثر في كأس الخليج، ولكن في الدوري التونسي الأجواء أيضا تروق له. على كل مازال تقريبا 5 دقائق نكملها مع عماد وربيع. قبل هذا فقط الترتيب، قلت الترجي 25 نقطة، الترجي الرياضي 26 نقطة حتى تكون الأمور واضحة. يعني الاتحاد المنستيري 29، ثم النادي الأفريقي 28، ثم الملعب التونسي 27، وأخيرا الترجي الرياضي التونسي 26 نقطة. عماد، بالنسبة لمباراة النادي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي، هو تفهم أن الترجي الرياضي التونسي منذ بداية الشوط الثاني المدرب ريغي كامب كان أكثر تفكير هجومي، باعتبار غير الرسم التكتيكي من 4-3-3 ل 4-2-3-1 بخروج أولو ودخول عبد الرحمن كوناتي. صحيح هيكل والملاحظ في الشوط الثاني كونه المدرب ريغي كامب عرف معناتها يتعامل مع خاصة في التغييرات من 4-3-3، وشفنا كما حكيت في الشوط الاول كونه اولو كانت يمكن نقطة ضعف في الترجي في خروج الكرة، الضغط الكل كان على اللاعب اولو. حتى في التحولات النادي الرياضي الصفاقسي كان يفتك الكرة الاولو وتصير التحولات. بدخول لاري العزوني اصبح يلعب 4-2-3-1 مع موكوينا على اليمين والبليلي على اليسار، وراهم ينصاص مع زين الدين كادا. شفنا تحسن كبير في هجوم الترجي الرياضي التونسي، خاصه مع لاري العزوني. شفناه في الكره الاولى اللي كان يقدر يسجل من الكره من البليلي، معناتها كره راجعه كان يقدر يسجل. والكره الثانيه اللي اعطاها البليلي، الكره هذه اللي نشوفوا فيها اعطاها البليلي، كان نفس الشيء، كان طليق البليلي ما عرفش يتعامل مع الكره الاخيره. بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي يمكن الحاجه اللي تحسب للمدرب كونه عرف اللي الترجي الرياضي بدا معناتها يكون خطير، خاصه مع بدخول لاري العزوني. معناتها دخل اللاعب العبسي واصبح يلعب في 3-5-2، وشفنا العبسي دائما كان قدام لاري العزوني، وحرم لاري العزوني كونه معناتها اللي يعمل التفوق العددي اللي كان يعمل فيه في اول 15 دقيقه. وبعد شفنا التغييرات اللي نجحت في الترجي الرياضي، خاصه دخول كوناتي، شفناه يطلب يمين يسار، لاعب حيوي، لاعب يعطي حلول كثيره. وشفناه اللي معناتها في الهدف كان في الكره الثانيه كان موجود وسجل الهدف، مع موكوينا اللي لعب في الجهه اليسار. حقيقة المدرب الترجي استعمل التغييرات الكل اللي عنده، واستعمل الحلول الكل. في الأخير كان له ما أراد. ونتصور نادي رادي الصفاقسي على اللي شفته على مباراة الملعب التونسي، شفته اليوم فما تحسن كثير. لازم ما يخجلش من الخسارة هذه، والترجي الرياضي نتصور بالربح هذا في الطريق الصحيح. واضح. على كل هكذا وصلنا الى ختام هذا الاستوديو الخاص بمباراتين. كنا نقلنا مباراتين، مباراه النادي الصفاقسي والترجي الرياضي، وايضا مباراه الاتحاد المنستيري والملعب التونسي. كابتن عماد المهذبي كنت متالقا، شكرا جزيلا. شكرا لك. ايضا كابتن ربيع العفوي كنت متميزا كابتن. شكرا خيكل. شكرا جزيلا. هكذا نصل الى ختام هذا الاستوديو. اجمل تحيات بوعلام بينو في الاعداد، عدنان حجازي في الاخراج، كامل الفريق الفني والتقني. نلتقي دائما على قنوات الامتياز، قنوات الكاس. الى اللقاء. with